مع إني دايمًا باحب أعمل فيديوهات عن السعادة، بس ساعات لمّا بالاقي مشكلة سخيفة ودمها تقيل، حتى لو في موضوع مش مهم أوي، باحب أتكلم فيها، علشان إحنا بندوّر على أي حاجة تبسطنا، وبنقول المشاكل من باب إن إحنا ندوّر على حلول عشان نتبسط. أنا من الناس اللي بتحب كرة القدم جدًا، ومشجع كروي جدًا، ودي من الحاجات اللي بتسلينا جدًا كرجالة يعني. بس إحنا عندنا مشكلة مهمة جدًا في مصر، إحنا عندنا مشاكل كتير في الكورة، بس من أهم المشاكل مشكلة التعليق الرياضي. يا جماعة الناس اللي بتعلّق على القنوات المصرية على on time sports والله أنا ما الاقي واحد عِدِل، أنا مش عايز أقول بالأسامي، ناس محترمين وكويسين وكل حاجة على راسي من فوق، بس يا جماعة كل واحد فيهم عنده مشكلة رهيبة. المُعلِّق الرياضي ده دوره مهم على فكرة في كرة القدم، يعني مُعلِّق الكورة ده دوره إنه يولّع الماتش ويسخّنه ويخلّيك قاعد مبسوط وأنت بتتفرّج حتى لو الماتش دمّه تقيل، حتى لو الفرقتين اللي بيلعبوا مش قادرين يتحرّكوا. يعني اللي حضر منكم زمان كابتن حمادة إمام، كابتن عِفَّت، كابتن ميمي الشربيني وجماله وحلاوته وروعته، أنا مش عايز أنسى حد من الناس القُدام، كابتن لطيف طبعًا شيخ المُعلّقين. الماتش أنت قاعد بتستمتع، بتسمع معلومات كويسة، بتسمع تكتيك وتحليل فني، كابتن محمود بكر الله على جماله، حتى لمّا كان بيتكلم في أي حاجة ما لهاش علاقة بالماتش كنت بتبقى قاعد مبسوط، بيسليك وأنت بتتفرج. المعلقين اللي موجودين دلوقتي أولًا في منهم ناس باحس إن أنا باتفرج على دكتور في الطاقة النووية، بيخش في تكتيكات وحاجات عميقة جدًا في الكورة بتسخّف الموضوع. إحنا مش محتاجين كل اللي حضرتك بتقوله ده، ومش محتاج تستعرض إحصائياتك وأرقامك بهذه الطريقة المملة. اسمعوا عصام الشوالي يا جماعة، شوفوا الراجل ده بيعلّي قيمة أي ماتش إزاي، لدرجة إن جمهور الكورة بقى عارف إن عصام الشوالي طالما بيعلّق يبقى ده ماتش مهم. والمشكلة والآفة في المعلقين المصريين بقى الاستظراف وخفة الدم. حضرتك مش لازم تطلع عشان تسليني تبقى حمادة سلطان. يعني أنا عندي استعداد تبقى مُعلِّق فنيًا كويس ودمك تقيل، أحسن ما تبقى مُعلِّق فنيًا عالي جدًا وبتستظرف. يعني استظراف وخفة دم رهيبة، بشعة، وكلام وحوارات في حاجات ما لهاش علاقة بالماتش مُمِلّة، أنت مش محمود بكر الله يرحمه. الراجل ده كان بيكلمنا في حاجات بس دي مَلَكة وموهبة. رجاءً قناة on time sport ابتدوا دَوّروا وابحثوا عن مواهب في التعليق فعلًا تعلّي قيمة الدوري المصري، ما تخسفش بيه الأرض، لإن ده مصدر مهم من مصادر الدخل ووسيلة ترويج ودعاية كويسة جدًا للمنتج المصري، وعلى فكرة الدوري المصري من أقدم الدوريات وأقوى الدوريات، ولحد دلوقتي بيطلّع مواهب جبارة جدًا للعالم كله. رجاءً نقّوا معلّقين يعني يرحمونا شوية، لإن أنا وأنا راجع دلوقتي كنت باسمع ماتش مصر وبوتسوانا في الراديو، الطريق زحمة وفي معلّق زهّقني، يعني بجد أنا مش باغلط فيه بس بشاعة ما بعدها بشاعة، ما يعني ابسطونا في الحاجة اللي بتبسطنا وهي الكورة. صباح السعادة.